عليكم وليد برج الجوزاء، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. برج الجوزاء النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك من 1 ل 20 نوفمبر عام 2023. اول حاجه هنتكلم عن الطاقه العامه، والطاقه العامه بتشمل مال، صحه، عمل، اسره. بعد كده بنتطرق للقراءه العاطفيه وتخص اعزائي مرتبطين منفصلين كراش. قبل ما نبدا اتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير على قد ما تقدروا، ابعتوا لايك وشير، والفيديو اللي يجيب اعلى مشاهده ده بيحصل معانا قراءه مجانيه، وان شاء الله تكون او تكوني من سعداء الحظ يفوزوا معانا بالقراءه. يلا نسمي بالله ونبدا. اول حاجه نوزع الكروت. اول حاجه هنتكلم عن الطاقه العامه، فاحنا ايه فنط كده وناخد طاقه عامه وان شاء الله تطلع معانا طاقه كويسه. وزي ما قلت لكم الطاقه العامه تشمل مال، صحه، عمل، اسره، جزء صغير من العاطفه، وفي نفس القراءه نتطرق للعاطفه عشان الناس اللي ايه تقول لي انت عملت طاقه عامه بس. لا يا جماعه، بعمل العاطفه بعد الطاقه العامه على طول. هنسمي بالله كده. يلا نسمي بالله. واول حاجه نبدا بالعمل والاموال لاصحاب برج الجوزاء. بص يا جوزاء، انا شايفاك ان انت متضايق قوي، يعني طاقه سلبيه موجوده في الكروت غير طبيعيه لاصحاب برج الجوزاء. انت مضايق نفسك او في حاجه مضايقاك مخلياك ان انت مكتئب كده، زعلان، مخنوق. طب بص نتكلم واحده واحده. اول حاجه نتكلم عن العمل والاموال. البعض منكم بيسعى لمشروع خاص بيه او عمل جانبي، مثلا بتسعى ان انت مثلا تشتغل شغلانتين في نفس الوقت، او تشتغل حاجه جنب شغلك مثلا. لو انت بتسعى للعمل فانت هتلاقي عمل، يعني انت لو لقيت عمل بتسعى للعمل ان شاء الله باذن الله باذن الله هتلاقي عمل كويس جدا. عندك فرص عمليه قويه جدا في شهر نوفمبر. اسعى بكل طاقتك يا برج الجوزاء، عندك فرص حلوه جدا. لو انت في عمل روتيني ثابت تجنب المشاكل مع المسؤولين او رؤسائك في العمل. يعني ابعد عن كل ده، لان كل ده هيضرك، مش هيفيدك باي حاجه. يمكن شهر نوفمبر من اصعب الشهور اللي يعني الامور هتعدي شويه صعبه، بس بعد كده الامور هتحسن. بالنسبه للاموال في ازمه ماديه وهتطلع منها، ولكن ببطء. من الواضح ان انت مرتبك ثابت بس مش هيكفيك. حاول ان انت تقلل مشترياتك، الدنيا تظبط معاك لو عملت كده. يعني بص اكتب الحاجات اللي هتجيبها كل شهر، مثلا الحاجه اللي ملهاش مثلا لازم يشتريها بلاش. بتحب النوتيلا بلاش نوتيلا، ماكستيلا حلوه مش هتقولك لا. في نيو كريم حلوه قوي، يعني مش هيقولوا لا والله. فبصوا قنن مصاريفك شويه على قد ما تقدر، يعني كلنا بنقنن والله، مش لوحدك اللي بتقنن، بس قنن يعني. بص يا جوزاء، شايفاك ان انت يعني ما بتطلبش مساعده من حد. بتحاول تكفي احتياجاتك على قد ما تقدر. انت كنت في مرحله صعبه وطالع من المرحله دي، والحمد لله يا رب ان انت طالع منها. عندك نصره في قضيه قانونيه، وعندك استرجاع حقوق كانت غايبه عنك. بالنسبه للاسره، شايفه ان انت قلقان على اخ او ام. حد فيهم يعني هيحصل استشفاء، كان تعبان جدا في شيء معين وهيحصل له استشفاء. ممكن الشيء ده يكون مثلا اخوك او اختك. العلاقه العاطفيه فيها مشكله، علاقه سامه مثلا. حصل انفصال، حصل مشاكل، او مثلا حصل تعب لا قدر الله. فكل الامور دي ان شاء الله يحصل فيها استشفاء. البعض منكم عايز ينفصل عن الاسره ويعيش لوحده، حاسس ان انت لوحدك هتكون افضل. هتتجاوز مشاكل اسريه كتير جدا الفتره اللي جايه. هتحاول تتحرر من اي وضع ما كانش عاجبك ولا كان مريحك. بالنسبه للصحه، شايفه ان صحتك ممتازه. ممكن تقابل بعض الارهاق البسيط وهيروح لحاله. عندك مشكله في الاسنان، ضروري ضروري تزور طبيبك او دكتور الاسنان اللي كلنا بنخاف منه، لازم تزوره. يعني روح له روح له بسرعه يا برج الجوزاء. ولو انت مثلا عندك شراهه في التدخين فخلي بالك كويس جدا، انت داخل على مشكله. الطاقه العامه لاصحاب برج الجوزاء، بص يعني في اشخاص حواليك عندهم سوء ظن فيك، ولكن هيكتشفوا الحقيقه ويطلبوا الاعتذار منك. يا اما هيجوا يعتذروا فعلا، ويا اما يقول لك ما كناش نعرف ان انت كده، ده انت طلعت جدع، ده مش عارف ايه. ما مش هيعتذروا اصلا، بس هيبصوا لك بنظره كويسه، نظره تانيه. بلاش تشوف الامور بطريقه سلبيه او تشوف الامور اكبر من حجمها. سيبك من اللي فات.
بقالكوا سنين يا برج الجوزاء في تعب ومشاكل، ولكن الشهور اللي جايه هتكون ايام كويسه جدا ورائعه جدا باذن الله. واخيرا هتلاقي السعاده وهتلاقي الفرحه يدخل قلبك ان شاء الله باذن الله. بعد صبر طويل قوي من اصحاب برج الجوزاء. عايزه اقول لك شهر نوفمبر هيكون عندك سعاده، ولكن هيكون في شويه ضغوط ماديه بس هتعدي ان شاء الله باذن الله، زي ما كل شيء بيعدي في الدنيا. البعض عندهم تغيرات من بيت لبيت، يعني هتنتقل من بيت لبيت، او بتعمل ديكورات في بيتك، او بتغير عفش البيت بقى، اللي هو عارفين الجنونه اللي هو لا نحط ده هنا لا نعمل ده هنا، فاهمين؟ فشايفاك كمان يعني خلال شهر نوفمبر هتزيد ثقتك في نفسك بشكل كبير. ولكن يا برج الجوزاء بحذرك من حاجه، احذرك ان انت تتكلم عن نفسك او عن بيتك او عن مشاريعك او عن ولادك او عن اي شيء، عليك بالكتمان. اكتم على نفسك وعلى حياتك، لان مش كل اللي حواليك عايزين لك الخير، فخلي بالك يعني. الايام اللي جايه في خبر مفرح جدا هيطلعك من طاقه وحشه قوي اللي انت كنت فيها، كنت شاغل بالك بحاجات كتيره قوي الايام اللي فاتت. يعني هنا بص، انت قاعد بتفكر، انت قاعد تحت الشجره يا هيبه ماسك حاجه كده بتطلع دخان، بتفكر، والتفكير كان واكل دماغ بشكل كبير. لا الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله خلال شهر نوفمبر ان شاء الله باذن الله يا رب هتحس بهدوء، هتحس باستقرار، هتحس ان انت مرتاح. ده يعني مثلا انت كنت مكبر الامور، ده يعني هي الدنيا متأزمه ما اجيش انا ازمها اكتر مثلا، هتبدا كده تهدى، يعني سيبها على ربنا ان شاء الله باذن الله. في شيء هيجي لك او هيحصل مفرح جدا لدرجه كبيره قوي هتخليك ان انت تحمد ربنا ليل ونهار على الشيء ده يا اصحاب برج الجوزاء. طب بص هقول لك حاجه، انا شايفه جوزاء ان انت طاقتك حلوه قوي، كروتك كلها جميله ما شاء الله. في شويه طاقه سلبيه مش هقول لا، الطاقه السلبيه دي الطاقه بتاعتك اللي هي تعبان متضايق مخنوق، بس كل اللي جاي ان شاء الله يبقى كويس، كل اللي جاي يبقى حلو. خلي بالك من الناس اللي حواليك، اهم تحذير يعني اهم تحذير تخلي بالك من الناس اللي حواليك، لان زي ما قلت لك مش كلهم بيحبوا لك الخير. اطلع من الطاقه السلبيه دي، مش عايزينها اساسا والفتره دي خلال شهر نوفمبر. وعليك وعلى القرايه، اقرا كتير اقرا كتير قوي، تمام؟ يا تقرا بقى قران، يا اما تقرا في كتابك او تقرا روايات، اقرا، حاول انت تشغل وقتك بالقرايه على قد ما تقدر. بيتك اللي مقفول عليك يا برج الجوزاء ما تعرفش اي حد اي حاجه عنك، علشان في ناس هنا عايزين يتجسسوا عليك يشوفك بتعمل ايه، خلي بالك من النقط دي. طب تعالى كده ايه، يعني عايزين برضو نشوف اخبار العزاب ونشوف اخبار المرتبطين، بس قبل ما نبص عليهم كده انا عايزاك بس تركز في حياتك شويه. يعني ركز ان انت ما تدخلش حد او ما ترميش ودنك لحد، لان عايزه اقول لك حاجه، الضربه بتيجي من اقرب الناس والله العظيم يا برج الجوزاء. يعني الناس اللي انت امنت لهم وحكيت لهم حاجات في وقت انت كنت منهار فيه ما كنتش لاقي حد يسمعك، هم دول الناس اللي بيروحوا يضربوك في ظهرك ويروحوا يوقعوا بينك وبين الحبيب ويروحوا يقولوا كلام ما حصلش، وعك الدنيا عكه كبيره قوي. فانت مش حمل حاجه يا جوزاء. وكمان انا شايفه ان البعض من برج الجوزاء يعني ما شاء الله يعني كان في انفصال ورجعوا، والبعض الاخر في كلام للرجوع. انا دخلت عاطفه ليه؟ بص، عايزين برضه نتكلم عن العزاب بقى كده والمرتبطين، لان عايز اقول لك العزاب دول ان انتوا مهما كان الوضع اللي انتوا فيه فانتوا لسه على البر. وعلى فكره لما تبقوا على البر وتنووا الموضوع افضل ما تخشوا جوه، لان المرتبطين هم بقى اللي اتدبسوا التدبيسه السوداء. فانا عايزاك تهدى بقى، ايه العزاب يهدوا كده عشان المرتبطين بتوحد يعني موحلين اكتر منكم. هتقولوا موحلين يعني ايه؟ يعني مدبسين، يعني دخلوا في الموضوع قوي لدرجه ان هم مش عارفين يخرجوا. بصوا انا عايزاكم بس ايه تخلوا بالكم من اوضاعكم، بس اهم حاجه الاول هنتكلم في عزاب ولا مرتبطين يا جماعه؟ لا انا شايفه ان احنا الاول نجيب سيره العزاب كده، عشان ايه يعني انا العزاب دول كايديني. بصوا، عزاب اصحاب برج الجوزاء ركزوا معايا كده وحطوا لايك الاول. انا عايزاك تقلل يا برج الجوزاء العزاب، عايزاك تقلل العصبيه، تبقى هادي ريلاكس خالص، مفيش داعي للعصبيه، مفيش حاجه داعي لشده الاعصاب. شايفه ان انت حواليك معجبين كتير، ولكن انت عينك على شخص محدد، شخص بعينه. بص يعني انت باصص عليه شخص بعينه مش عايز غيره. ان شاء الله انت داخل على شيء مفرح، يا اما شخص من الماضي يا اما مع شخص جديد، لان انت لو في حياتك دلوقتي شخص يعني لسه داخل في حياتك جديد فده الشخص الجديد. اما لو في شخص سبته مثلا بقالك فتره فالشخص ده هيرجع لك مره تانيه، وهيبقى في شيء رسمي بينك وبين الشخص ده. وانا شايفه ان الشخص اللي هيخش حياتك يا برج الجوزاء هيغيرها للاحسن،
هيخلي كده حياتك حلوه كده فيها بهجه او بهجه. اما بالنسبه للمتزوجين، بص انتوا شايلين الهم وشايلين اعباء كتير، وبتفكر هتعمل ايه ومش هتعمل ايه، وشايفه كمان ان في شخص يعني مقهور من علاقتك بالشريك بشكل كبير، في شخص مقهور جدا ولكن مفيش بايده حاجه يعملها. لو عندك مشكله ماديه بتحاول انت تتجوزها انت وشريك حياتك، عندكم طاقه حب مثلا قويه شويه، داخلين على مشاكل كتير حلوه وهتحققوا نيتكم ان شاء الله باذن الله، وليكوا اهداف هتحققوها. العلاقه فيها توازن جميل جدا، يعني ان شاء الله العلاقه رائعه. العلاقه المتجوزين علاقه يعني ان شاء الله زي الفل. هو بس الشيء اللي هعمل بسبب موضوع الاموال مش اكتر من كده، ولكن العلاقه يعني حلوه جدا، وفي مبروك هيتقال لكم قريب جدا، وفي بيبي جديد ان شاء الله باذن الله، او شيء جديد مثلا هيحصل هيتقال لكم عليه ان شاء الله باذن الله. مبروك. طب تعالى كده نشوف اخبار العاطفه ايه، يعني او المنفصلين. احنا اتكلمنا عن عزاب ومرتبطين، نشوف المنفصلين. بصوا هناخد طاقه برج الجوزاء في 3 كروت، وطاقه الحبيب في 3 كروت. بسم الله. بين طاقة الحبيب، انت مرتبط بحد ناري ولا العقرب ولا ايه؟ لو مرتبط بناري مطلع عينك، ولو عقرب فانتوا منفصلين. تعالى نحلل كل برج الجوزاء. ولو انت كنت مرتبط بعقرب، في البعض منكم رجع وفي البعض لسه بيتكلموا في الرجوع. وناوي واخدينكم تطلعوا بقى زي ما تطلعوا، انا خدتكم. انت ممكن تكون بنسبه كبيره البعض مرتبط ببرج الاسد، ولا عقرب يا جماعه؟ قولوا لي. من الواضح ان اللي حصل في العلاقه دي او اللي حصل معاك ما حصلش مع حد. الحبيب عمل كل شيء ينفع يتعمل وما ينفعش يتعمل، هو عمل كل حاجه. برج الجوزاء هنا يعني انت تعبان جدا، وشايفاك ان انت مش مسامح. يعني حتى بصوا يعني الطعنات عامله ازاي. برج الجوزاء مش مسامح، وبتقول لنفسك انا لو سامحت هسامح على ايه ولا ايه ولا ايه؟ عارفين على الليل ولا الجراح ولا العمر اللي راح؟ يعني انت مش عارف انت هتسامح على ايه. في احتمالين، يا اما برج الجوزاء بيعاقب الشخص ده بالصمت العقابي او التجاهل، او حقيقي انت ما عندكش اي رغبه في الرجوع مره ثانيه اساسا. اصل في حاجات صعب انت تنساها، حتى لو سامحت هتفضل جواك وعمرك ما هتنساها. الحبيب دخلك في طاقه وحشه جدا على فكره. برج الجوزاء انا شايفه ان الحبيب كان كل حاجه في حياتك، عوضك عن كل الناس، كنت مكتفي قوي بالشخص ده، ولكن يعني عمل موقف قهرك فيه قهره جامده، هد احلامك بشكل كبير. من الاخر كده يا جوزاء انت اتغدر بيك. البعض منكم لسه يعني شاف ان الكل سابك وراح لحد تاني وفضلوا عليك، ويعني بص الموقف ده كان بسبب يعني قهر لاصحاب برج الجوزاء. طب لو ما عملش كده فانت اتقهرت من المشاكل اللي مش بتخلص، ويعني قلبك اللي وجعك، قلبك وجعك قوي اثناء العلاقه وبعد العلاقه. يعني حاسس ان انت يعني مش مرتاح، لا انت وانت معاه مرتاح ولا بعدت عنه كنت مرتاح. العلاقه دي فيها كميه اذى نفسي غير طبيعي، الامور كانت من سيء لاسوء، كان في عند من الطرفين، فانت قلبك قفل من الشخص ده وشايف نفسك لوحدك، يعني احسن بكتير من ما كنت مع الشخص ده. شايف ان العلاقه دي كانت علاقه مؤذيه، وشايف نفسك دلوقتي ماشي خطوات سليمه وايجابيه. برج الجوزاء بيفكر في اللي فات على فكره، بتفكر في الذكريات والماضي، بس بتفكر في الحاجات الوحشه اللي بتخليك دماغك توجعك وممكن تبكي. يعني انت ساعات بتبقى مش عايز تفكر، ولكن ايه مثلا ايه تفكر، تسمع مثلا اغنيه تفكرك، تشوف مشهد مثلا يفكرك، يعني حاجه زي كده. فبرج الجوزاء هنا تعب،
تعمل كتر التفكير. برج الجوزاء تعب. على فكرة انت شايل حمول مسؤولية على الشخص ده من غيره، انت في شيلة تقيلة شايلها على فكرة، او مسؤولية بنفسك. البعض منكم ممكن يكون انفصل بقضية قانونية، بس في هنا حاجة عايزة اقولها. الصدمة اللي هقولها في اخر الطاقة بتاعتك يا برج الجوزاء، ان القراءة شكلها هتكون عكسية. الطاقة دي ممكن تكون طاقة الحبيب للبعض. نيجي بقى لطاقة الحبيب. يعني لو قراءة عكسية هتكسر الأمور، تمام؟ يعني ممكن دي تبقى طاقة الحبيب، وممكن تكون دي طاقة برج الجوزاء. لو الطاقة حسيتها إن هي مش عكسية يبقى خلاص دي طاقة برج الجوزاء ودي طاقة الحبيب. تعالى نحط الكروت كده. بص يا جوزاء، أنا شايفة إن الشخص ده مشغول شوية، ممكن يكون مثلا مشغول في عمله، بس أنا شايفاه شغال على نفسه كويس جدا. تعالى بس نحط كروته. بص شغال على نفسه ازاي؟ ممكن يكون مجمع اموال، ده شغله شويه، ولكن مازال الشخص ده باصص على برج الجوزاء وبفكر فيك وبفكر في اللي فات وبفكر في الذكريات. لو الشخص ده من الابراج الترابيه، وبالاخص مثلا لو برج الجدي، فيعني انا شايفه ان في ازمه قويه بينك وبين برج الجدي. انا شايفه ان الحبيب متغاظ منك يا برج الجوزاء، متغاظ ان انت ساكت ولا بتعمل تجاهه اي خطوه. مشاعر الحبيب ملخبطه، مشاعر متخبطه. الفتره اللي فاتت او من بعد الانفصال، الشخص ده رفع سيفه على اصحاب برج الجوزاء، مع ان هو بيتابعك بس رفع سيفه عليك، ومش عامل اي حاجه يديك امل في الحياه. يعني ان هو رجع مره تانية مش بيديك اي حاجه، يعني اي اشارات مفيش خالص. يعني الشخص ده الفتره دي ممكن يكون بيعاني من حاجه صحيه او جاله دور برد. الحبيب شايف ان جاله برد، شايف ان هو مثلا السبب في كل اللي حصل، او الشخص ده من النوع اللي هو يغلط ويعمل مسكين، يعني ان هو ما عملش حاجه وصعبا كده. عارفين الحركات دي؟ الشخص ده برج الجوزاء رافع سيفه عليك ومخبي عنك مشاعره. من الواضح ان مفيش ثقه بينك وبين الشخص ده. على فكره الثقه هنا منعدمه. الحبيب حاسس ان قلبك قفل تجاهه وان انت ما بقتش عايزه. هو حاليا يا برج الجوزاء عنده برود عاطفي، مش حاسس باي شيء ايجابي، او ملهاش مدخل خلاص او ملهاش حل تاني. ولكن في نفس الوقت بيفكر ازاي في الحاجات الحلوه اللي كانت بينك وبينه. علشان كده بقول لك هو بيفكر في الذكريات لسه في دماغه. من الواضح كده ان انت كنت مهتم بيه قوي قوي اثناء العلاقه، وما لقاش من بعدك الاهتمام ده اساسا. الحبيب شايف ان انت كنت مكمل ليه، يعني انتوا الاثنين كنتوا مكملين لبعض، كنت مهتم بيه قوي، مهتم بحياته، تساله انت عملت ايه النهارده، يومك كان ماشي ازاي، وكأن الشخص ده كان بيطلع تعب اليوم معاك انت. يعني شايفك انت الشخص المناسب ليه، وعشان كده هو كان بيفكر بالارتباط الرسمي منك، او انتوا كنتوا مرتبطين زواج وحصل انفصال. هو شايفك مناسب ليه جدا. هو شايف ان انت عندك حدود في العلاقه، ما تتخطاش الحدود دي. الحبيب عارف ان اللي حصل بينك وبينه صعب ان هو يتصلح مره تانية. في ازمه في طريقه الكلام او طريقه النقاش، انت مش عارفين تتناقشوا مع بعض. يعني انت تقول له مثلا كلمه وهو يقول لك كلمه تنرفز، فتروح يحصل من نفور وعصبيه. في ازمه في الكلام شويه، يعني كل ما تتكلم يحصل مشادات كلاميه، ودي مشكله كبيره على فكره جدا. ولكن الشخص ده كان شايفك حاجه حلوه قوي. اصحاب برج الجوزاء على فكره ما بيعبكش خالص، ما عندوش يعني فجور في الخصوم. انت بعدت عن بعض، هو في سلام وامان كده قاعد في حاله، ما ضايقكش، ما عملكش اي حاجه. بعض الشخص ممكن الشخص ده يرجع ويندمان ويكلمك، ولكن الاغلبيه يعني واخدين قرار بعدم الرجوع. لو هو اللي سابك ومشي فهو رافع السيف واخد القرار بعدم الرجوع. ولو انت اللي اصريت فانت عندك التور، فانت اللي سابه وماشي ويعني موجوع منه وشايل منه قد كده، فمش عايز ترجع مره تانية.
فالعلاقة هنا أصبحت متوقفة عند أصحاب برج الجوزاء. برج الجوزاء بكده نكون خلصنا القراءة بتاعتنا. أتمنى القراءة منطبق عليكم، وبتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناة، شير كتير لكل حبايبك وأصدقائك، وأشوفكم فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.